الوسواس القهري مش بيجي من فراغ. في ناس بيبقى عندها وسواس او عند حد قريب منها زي ابنها او جوزها او مامتها، وما بتبقاش عارفة ايه السبب، وبتفتكر انه مجرد مرض زي اي مرض، بننام نصحى نلاقيه عندنا من غير سبب. لكن في الحقيقة ان هو فعلا ليه اسباب في جسمنا، اسباب عضوية، وفي اسباب تانية بتبقى بسبب التربية الغلط، وفي اسباب تانية بتبقى بسببنا احنا، وفي اسباب تالتة بتبقى بسبب مواقف احنا مرينا بيها وما تعاملناش معاها صح. اول سبب من الاسباب اللي في ايدينا هي التربية الغلط، اللي اتربى في بيت شديد زيادة عن اللزوم، وفي قوانين زيادة عن اللزوم، وما ينفعش يغلط. يعني مثلا الام اللي ابنها لو نسي الجاكيت بتاعه في المدرسة او المسطرة ضاعت منه ولا حصل حاجة، تقعد طول النهار تتخانق معاه وتزعق، وانت مهمل، وانت عمر ما بيعيش لك حاجة، وانت على طول كده مضيع حاجتك. سهل جدا ان الطفل ده يطلع عنده وسواس زي وسواس التحقق، ان هو بيتأكد من كل حاجة، فدايما يقعد يتأكد حاجته معاه ولا لا، نسي الحاجة ولا لا، الحاجة موجودة ولا لا، قفل الباب كويس ولا لا، برغم ان هو مش محتاج انه يعمل كل ده. كل الموضوع ان التربية خلته ماشي مرعوب. وتاني سبب ان حد ممكن يكون مر بتجربة صعبة قوي او بصدمة هي اللي جابت له وسواس. يعني مثلا واحد فجأة كده حبيبته سابته من غير اي اسباب، كانوا بيحبوا في بعض، بالليل صحي لقاها عامله له بلوك من كل حاجة. ده ممكن يسبب له وسواس اسمه وسواس الحاجة للطمأنة، ان هو دايما شايف ان الناس ممكن تبقى زعلانة منه، انه ضايق حد من غير ما يحس، على طول يسألك هو انا تعبك، هو انا مصدعك، هو انا عامل لك مشكلة. عشان تعرف انواع الوسواس بالظبط ارجع للفيديو اللي انا حطاه عندي اللي عملناه المرة اللي فاتت، اتكلمنا عنه عن كل انواع الوسواس، قلنا فيه 8 انواع وسواس وشرحناهم بالتفصيل، وهحطهم لك في الديسكريبشن بوكس او في اول كومنت. تعالى بس نكمل باقي الاسباب اللي ممكن تبقى عامل من عوامل الوسواس القهري. ثالث سبب هو سبب بيولوجي، او بمعنى تاني سبب عضوي، حاجة عضوية في جسمنا. مخنا بيبقى فيه مواد كده في كيمياء المخ مسؤولة عن المزاج وعن الأفكار. لو حصل خلل في المادة دي بيحصل ان في أفكار بتتشوش وتقعد تزن في دماغنا وتروح وتيجي وما نعرفش نتخلص منها. ببساطة زي بالظبط كأنك عندك لمبة السلك بتاعها ملمس، بتفضل كده تطفي وتنور تطفي وتنور تطفي وتنور. هو ده بالظبط اللي بيحصل في دماغك. لو حصل خلل في المادة بتاعة الأفكار دي هتخلي أفكارك تطفي وتنور كل شوية. السبب الرابع، وده زي أغلب الاضطرابات أو الأمراض النفسية، هو السبب الوراثي، عامل الوراثة. ان حد في العيلة كان عنده قبل كده وسواس قهري، فممكن يحصل احتمالية ان الابناء او الاجيال اللي بعد كده يحصل لهم وراثة ويجيلهم هم كمان وسواس قهري، زيه زي الضغط، زي السكر. هل كل الناس اللي عندها وسواس لازم يحصل في اولادها او احفادها وراثة؟ طبعا لا، زي ما السكر والضغط مش لازم يحصل عند كل وراثة. وخامس سبب هو طريقة تفكير الشخص نفسه. في ناس كده بطبعها بتميل للمثالية والكمال، وان هي تطلع كل حاجة بيرفكت وما فيش فيها غلطة. ده ممكن يطلع حاجة من الاتنين، شخص عنده وسواس قهري او شخص عنده حاجة اسمها اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية. ده حاجة تانية خالص، الناس بتخلط ما بينهم. انا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الوسواس القهري، بس الفيديو اللي جاي اعمل لنا بسرعة متابعة سواء انت على الفيسبوك او اليوتيوب او التيك توك، عشان هنزل لكم اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية بالتفصيل. الاضطراب ده مهم قوي، لان ناس كتير جت اشتكت لي ان في حياتها دايما اب او زوج او ابن، حد كده، خصوصا الرجالة، لان الاضطراب ده منتشر في الرجالة اكتر، معقدهم في حياتهم، كل حاجة عايزينها صح قوي، والمواعيد مظبوطة قوي، والدنيا مثالية قوي، فما بيبقوش عارفين ده سببه ايه ويتعاملوا معاه ازاي، وهل ده اصلا صح ولا غلط، وهو اللي صح ولا احنا اللي غلط. فهنتكلم عنه بالتفصيل الفيديو الجاي.